مساء الخير جميعا. أنا بعد الحفل اللي صار اليوم بالشارقة نحب نخبركم أنه كان حفل جميل جدا، كان رائع جدا، فرحان به برشا. افتتاح شرفني، وإدارة المهرجان عملت شغل جميل جدا، جمهور كان رائع. تداول في صفحات التواصل الاجتماعي أنه وقع الاعتداء علي وعلى إدارة أعمالي. نحب نخبركم أنه ما صار حتى شيء، لكن صارت حالة في آخر الحفل، في لما أنا سلمت على الناس وماشي للكواليس. صارت حفلة أنه صارت حاجة تحت أظن بالجمهور، فوقع قذف على المسرح، حاجة بلاستيك، مادة بلاستيكية أو شيء من هذا القبيل، لا أعلم معناها شنو هي بالضبط. لكن ما وقعش الاعتداء، وهذا أنا قريت أنه فما اعتداء وكذا وكانه صرنا اصابات. لا لا لا، ما فما حتى شيء. الشخص هذايا او الاشخاص هذوما مش اخذوهم الامن، والامن يحقق معهم امورهم هذه طبعا. ما ندخلوش فيها، لكن نحب نطمنكم انه ما صار علي شيء، وانا صح سالم، وانا امامكم نحكي معكم. ونحب نوجه تحية كبيرة للشعب الإماراتي، نحب نوجه تحية كبيرة للجمهور العربي الكبير اللي كان موجود، توانسة أو كل البلدان العربية. فرحت برشا أنه كنت موجود في هذا المهرجان الجميل، وإن شاء الله كذلك في الليالي الجاية تكون سهرات حلوة برشا. أنا بالنسبة لي، أنا الإمارات تبقى دائما يعني قبلة كل الفنانين، حتى يغنيوا، حتى يستمتعوا بالغناء فيها، لأنها بلد مضياف، وبلد وشعبها مضياف. فنحب نحيي كل الجهود اللي قاموا بها في إدارة هذا المهرجان. ونتلاقاو إن شاء الله في حفلات أخرى، ونشكركم على تفاعلكم وحبكم لي. أنا بخير والحمد لله، ما فما حتى شيء صار.